قبل ما نبتدي كده كل واحد حر، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، ماشي؟ ما تقرفوش اهلا. اول حاجه النهارده هنتكلم عليها هو التقليد الاعمى. تلاقي في شويه ناس بتعمل حاجات كده وانت عجبتك فانت عايز تعمل زيها، بس بقى ما تختارش الحلو، اختار الوسخ. لا اختار الحاجات الوسخ كده. هو انا بحب كده. لو اخترت الحلو اتحرق. يعني مثلا مره نزلوا الكوتش اللي بينور، ماشي، عشان يروحوا الديسكو والحاجات دي، اللي هو نزل بقى عندنا مصر قبل العيد، نسيبه في المحلات ما نشتريهوش. ازاي يعني؟ الناس تخسر؟ لا نشتريه ونلبسه واحنا خارجين. والله العظيم معدي من قدام سيتي ستار لمبات عماله تنور في الارض، وولاد المصيبه انهم ولاد لابس كوتشي بينور. وما بيوقفش عند كده بقى، اطلع على البنطلون مقطوع من عند الركبه. انا مش عايز اشوف شعر ركبتك يا اخي، مش عايز اشوف. ليه بتلبس بنطلون مقطع عليه؟ وما تقوليش ما تبصش، ما هو بيجي غصب عني قدام وشي شعر ركبتك ده. ما تقوليش بيجي غصب عني، والله بتأذي. ده غير بقى فوق، شفت انت الموضه اللي هي بتاعت الحواجب ويروح عامل كده هنا شايل حبه من هنا؟ ده كان برده كان تقليد. والله العظيم سيب الولد بقى، ندخل على البنات بقى اللي بتقلد الفرس والخليجيين في ربطه الطرح. يعني اولا ما تلفيش راسك ربطه هدايا، مش حلوه خالص. وكمان اللي تتحجب وتطلع قصه من شعرها، يعني انت متحجبه عشان تغطي شعر المفروض، وبقيه الحاجات التانية. يعني طب غطي شعرك ليه القصه دي؟ مطلعه تتهوى يعني؟ هتتخنق جوه؟ مش فاهم يعني. دخليها ياما ليه كده؟ ده غير بقى البنات اللي هي بتبقى عايزه تتشهر، شوف هي بتعرف تعمل ايه. يا دوبك اللي هي بتعرف تتصور، هم مش كلهم بيعملوا كده، بس تلاقي ايه، اختارت اصغر طقم عند اختها. عارف الهاف مايو اللي هنا ده؟ وكل ما يترفع كل ما الفولورز يزيدوا. لا وتلاقيهم بيشتموها. حضرتك لو انت مش عاجبك اللي هي بتعمله، طب انت عامل لها فولو ليه؟ ما انت كده بتشجعها اللي هي تستمر. حضرتك ليه يعني بتعملها فولو؟ ما هو مش ناقص هبل حضرتك. إيه؟ ما هو مش شتيمه وخلاص. ما تعملهاش فولو، ما تعبرهاش وهي مش هتكمل. وبعدين هي يعني بتوريني سرتك ليه؟ انا مش عايز اشوفها. دي مشكلتك انها كبيره او صغيره، انا ماليش دعوه. بتوريهاني ليه؟ نروح بقى للشتيمه، دي حاجه بنعملها كل يوم. اصلا الشتيمه دي بقت اسهل حاجه على لسان اي حد. عارفه يا ابني مش عارفه ايه؟ لا ما تبقاش شتيمه قليله كده. هو ما فيش شتيمه قليله، بس يعني ما يقولوش يا حمار يا كلب. لا ازاي؟ ما ينفعش. ابقى عيل فافي. لازم اشتمه بابوه وامه. ما هم قاعدين في البيت ما لهمش ذنب. لا انا لازم اشتمه بابوه وامه. ويا ريت الشتيمه دي بتبقى للكبار بس، يعني مش الكبار هم اللي بيشتموا، لا ده العيال الصغيره ماشيه في الشارع والله العظيم بينادوا بعض بالشتايم. يا ابن مش عارفه ايه، ايوه يا ابن الكلب. ما تعرفش والله العظيم لازم يتربوا العيال دي من جديد. يعني تخيل كده ان ده الجيل اللي طالع بعدين. نهار ازرق. يعني المفروض هم يبنوا، او لو احنا بنينا هم يكملوا. ده لو احنا يعني خلاص هي خلص. لا هي مش نافعه اساسا. نروح بقى للنمرضه. عارفين انتوا النمرضه ليها كذا شكل بقى. واحد بيتنمرض عشان بقى معاه فلوس، واحد بيتنمرض يعني هو فاكر نفسه بقى اللي قدامه ده اقل منه. والله العظيم عندنا تحت جراج، فالعامل اللي فيه كان رايح للراجل بس بالراحه شويه، يعني ما بيجريش عليه. الراجل بقى التاني ده لقى العامل ده مش ملهوف عليه، راح ضربه بالقلم. تخيلوا، وشتم عبط، والمصحف عبط. الناس دي لازم تموت محروقه. اما بقى النمرضه بسبب الفلوس، تلاقيه يا عيني قبل ما يبقى معاه فلوس قمه التدين والادب ومش عارفه ايه، ويمشي قدامك وموطي راسه في الارض ومكسوف. قرشين كويسين بس وينقل شقه تاني. خلصت يابا، مفيش بقى. بص لك بقرف وشويه وهيرجع في بقك، مش في وشك، في بقك. طبعا مش كل اللي بيجي لهم فلوس بيبقوا كده. في ناس بتبقى عارفه ربنا بعت لها الفلوس دي ليه، لكن ده بقى ويصرفها بقى في حاجات غريبه كده. وانا ليه ما بكملش الكلام في ايه؟ لا ما شاء الله عليا موهوب. اما بقى نيجي بقى للكبير، ادعاء الفقر. مصر تقريبا كلها ما فيهاش فلوس. معناش بس شاطرين. بس الاول لما الكومباوندات تنزل الحجوزات تشتغل كومباوند بيفكر في المرحله العاشره مش الثانيه، المرحله العاشره عشان يشوف هيعملها فين. ما احنا الهوبي ما بنشتري. والله العظيم انتوا بتاذونا. يعني انت من كتر الشقق اللي انتوا بتشتروها دي وبالاسعار الخياليه دي انتوا بتفشخونا، مش بتاذونا، انتوا بتفشخونا. والله العظيم تلاقي في ناس والله مدكنه فلوس قد كده ويقول لك اسمعي اي حاجه. والله الفقر مفيش شغل. هي كدابين. او في طبعا ناس مش معاها فلوس خالص فعلا، بس دول ما بيتكلموش وبيحمدوا ربنا. في بقى ناس تقول لك مش معايا فلوس، مش لاقي اكل، وتلاقيه قد كده اهو. يا ابني مش لاقي تاكل ازاي؟ امال ايه ده؟ بص انا مش بتريق على التخان، لو حالتك مرضيه قشطه، لكن لو ده كتر اكل لا. الاهمال ده بنشوفه في كل حاجه بنشوفه فيه. يعني انا مثلا انزل من البيت كل يوم ساعه او نص ساعه مستني الاتوبيس وما يجيش بقى لوحده، لا تلاقيه جايب بتاع 3-4 اتوبيسات وراه رايحين نفس الخط. فطبعا الناس كلها تركب في الاتوبيس الاولاني والباقي فاضيين. وتعرف ساعتها معنى يا جدعان احنا مش في اتوبيس. عرفت الجمله دي؟ عرفت معناها ايه؟ والله العظيم بيوقفوني في الاتوبيس بلعب باليه، رجلين الاثنين فوق بعض وعامل كده اهو. وطبعا بقى جنبي ستات ومش عارفه اتحرك. فاهمين؟ ما هو لو اتحركت هتقول لك بيعمل ايه؟ واقف كده اهو. ده غير بقى الاهمال اللي احنا بنشوفه كل يوم في الشارع. تلاقيهم لسه صارفين الشارع وجايين يكسروا تاني يوم عشان يصلحوا مواسير. هم ما كانوش لاحظوا ان المواسير بايظه. معلش اتصل بيهم قالت لهم انا اتكسرت بعد ما سفلتوا عليا. ولا عندنا في الكليه والله العظيم قعدوا يبلطوا في الكليه، وبعدين جم عند حته كده راحوا شايلين البلاط الجديد تاني وحطوا بلاط تاني. ليه يا بابا؟ ليه والله ده اهدار للفلوس، حرام عليكم. ده غير بقى عدم الاحترام عارفين، وعدم التقدير للناس التانية. حاجه كده بصراحه الواحد مش قادر يتكلم فيها خالص، يعني ما بلاش. ده غير بقى ان بقى اليومين دول بيظهر شويه عيال كده غريبه، والمصحف غريبه سواء ولاد ولا بنات. والمصحف نروح مثلا سيتي ستار، عارفين اللي بتقلب زيتون في العيد دي، بتقلب سوق الزيتون في العيد. والله تلاقي بقى شويه عيال معاهم بنات قشطه ماشي. ايه بقى اللي بيحصل؟ تلاقي الواد ماسك البت وعمال يشدها من شعرها، تعالى يا بت، وهي مبسوطه. لا هي مبسوطه جدا، بتضحك قمه الانبساط، ما بتقولوش بس لا بتشدها من شعرها. تلاقيهم ماشيين في الشارع، تلاقي واد هو يعني عامل زي سنفور محط، عارف لو تفيت في وشه يتحرق ماشي، وماسك البت مكتف امها كده تحت دراعه، خانق امها من رقبتها. ليه يا بابا؟ ليه مش هتهرب منك؟ هتقول لي يمكن اخته. اخته مين؟ انت بتمشي مع اختك كده في الشارع؟
ده انا اختي بتمسك ايديا بضربها. انت عبط يا جدعان. المنظر في الشارع يا بابا، المنظر يا حبيبي مش كده. تقريبا العيال دي هي بتاعت يا ابني دين الحب. انتوا هبل يا جدعان وربنا. دين ايه اللي بتسكروه في الهبل اللي انتوا بتعملوه ده؟ الفيديو كان ملخبط جدا والله العظيم، حتى اسمه حاجات وانا مش عارف اكتبها ازاي، بس يعني يلا ربنا يوفقني بقى. بصوا تقدروا تتابعوني على الحاجات دي، وانا كده خلصت. كان معاكم محمد من توب انفينيتي، سلام. مرحله الفيسبوك دي مرحله كده كلنا عدينا عليها، وهي لحد فوق ما اعرفش. المهم اللي هحكيه ده مفيش حد